أهلا بيكم. الكورس ده هنتكلم فيه عن الضغوط النفسية. أكيد مفيش حد فينا ما جربش إنه في وقت يتضغط نفسيا ويحس إنه مهموم، شايل حاجات كتيرة فوق كتافه. إيه الضغوط النفسية؟ إيه أنواعها؟ بتأثر علينا إزاي؟ نقدر نتعامل معاها إزاي؟ كل ده هنحاول نتكلم فيه في الكورس اللي احنا معاكم فيه دلوقتي. في مقالة بحثية كده كان عنوانها هل الضغط النفسي سبب كل مرض؟ اللي كاتب المقالة دي قال جملة عجبتني، قال إنه في بداية القرن الماضي كانت البكتيريا هي محط الاهتمام، بينما في يومنا هذا حل الضغط والتوتر النفسي محل البكتيريا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في بداية القرن الماضي كان العلماء مشغولين قوي بالميكروبات والبكتيريا والعلماء اللي اخترعوا الأول مضاد حيوي اللي هو البنسلين أخدوا جائزة نوبل، لأنه كان هو ده اللي شاغل التفكير وقتها. بس الوقت الحالي مش بنتكلم على البكتيريا، في حاجة حلت محلها وهي الضغط النفسي، وده دليل على قد إيه الناس النهاردة كلها تقريبا بتعاني من ضغوط نفسية. عملنا استبيان على مجموعة من الشباب في سن ثانوي وجامعة علشان نشوف هل هم فعلا مضغوطين نفسيا ولا لا، وايه اكتر انواع الضغوط اللي بيتضغطوا منها. ففي 82 واحد قالوا انهم عندهم ضغوط نفسية، وفي 35 واحد قالوا ضغوط مادية، وفي 30 قالواضغوط اجتماعية، وفي 38 قالوا ضغوط عاطفية. متخيلين الوضع عامل ازاي؟ الانواع كتيرة طبعا. وفي اتنين من العلماء في سنة 67 يعني من فترة طويلة عملوا دراسة عن ايه اكتر حاجات بتضغط البني ادم في حياته، فطلعوا 40 حاجة، 40 حدث. الكلام ده في 67، معرفش دلوقتي لو عملوا البحث ده هيطلعوا كام حاجة، لكن وقتها قالوا ان هم 40 حدث ممكن يضغطوا البني ادم في حياته. وقالوا ان من اصعبها حوادث الفقد والموت، دي من الحاجات الصعبة قوي. وفي بعض الاحداث اللي الناس بتعتبرها احداث حلوة وجميلة بس ممكن تشكل ضغط نفسي على صاحبها، بالذات لو ما كانش جاهز ليها، زي مثلا انه يترقى في شغله فيمسك وظيفة او يمسك مسؤولية كبيرة فتضغطه، او انه يتجوز، او انه يبقى عنده مولود جديد. كلها احداث الناس بتشوفها احداث حلوة لكن ممكن تشكل ضغط لصاحبها لو مش جاهز ان هو يتعامل معاها بشكل مظبوط. فدي بنسميها ضغوط خارجية. في ضغوط تانية بنسميها ضغوط داخلية. يعني ايه؟ يعني هنا يعني دماغك دي اوقات بتضغطك اكتر من الحاجات الخارجية، انك تقعد تفكر في حاجات راحت وانتهت وتلوم نفسك، او تفكر في حاجات مستقبلية وتخاف وتقلق منها، فجسمك بيتفاعل مع المخاوف دي كما لو كانت المخاوف دي بتحصل فعلا على ارض الواقع. اكيد كلكم او معظمكم جرب انه يقعد يتخيل مثلا ان هو بيفقد حد من اهله، وتلاقي سرح وراح مع الفكرة، وابتدت ضربات قلبه تسرع، وابتدت عينه تدمع، وبعد كده بيفوق ويقول لنفسه مفيش حاجة حصلت، بس مجرد التفكير خلى جسمه يتفاعل مع الحاجة اللي هو بيفكر فيها كما لو كانت بتحصل دلوقتي، وده فعلا بيسبب ضغط. هل الضغوط اللي بتحصل حوالينا ممكن تأثر علينا؟ أكيد ليها تأثير علينا. أول حاجة ممكن تأثر على جسمنا، يعني جسمنا بيتأثر بالضغوط النفسية اللي ممكن نعاني منها. زي إيه مثلا؟ الجسم بيستقبل الضغط النفسي على أنه حاجة محتاجة منه أنه هو يزود الطاقة بتاعته بشكل عاجل. يعني بيزيد مادة اسمها أدرينالين ومادة تانية اسمها نور أدرينالين. لما المادتين دول بيزيدوا ضغط الدم بيعلى، السكر بيزيد، الكورتيزون بيزيد. كل المواد دي هدفها أنه الطاقة تزيد في جسمي. بشبهها لو أنا سايق عربية وعايز اتخطى عربيه قدامي، فاروح دايس بنزين جامد عشان العربيه تسرع، وبعد ما اتخطى العربيه برفع رجلي من البنزين. ده اللي بيحصل لما بتضغط. بس ماذا لو بقى ان الضغوط دي مستمره؟ فطول الوقت انا دايس على البنزين، قصدي طول الوقت جسمي عمال يطلع كورتيزون ويطلع نور ادرينالين ويحرق جلوكوز. لو ده مكمل الطاقة بتنفذ، بتستهلك، زي بالظبط واحد فضل البنزين بتاعه فخلصت الطاقة بتاعتي. طب لما الطاقة بتاعت جسمي تخلص، ده بيظهر بقى في شكل ايه؟
في شكل أعراض بتظهر في أكتر جزء في جسمي ضعيف أو يتأثر بالضغط النفسي. حاجة بنسميها organ of weakness. يعني إيه؟ يعني في جهاز أو حاجة جوه جسمي بتتأثر أكتر من غيرها بالضغط النفسي. هديكم مثال. معظم الناس بتشتكي من حاجة اسمها قولون عصبي، ويروح يكشف ويعمل فحوصات وأشعات، والدكتور يقول له أنت ما عندكش حاجة، خد طيب الدواء ده. ياخد الدواء ما يتحسنش. ده اسمه إيه؟ قولون عصبي. ما عندوش مشكلة عضوية، بس ظهر عنده نتيجة ضغوط نفسية. وهكذا. أكتر جهاز في جسمنا بيتأثر بالحالة المزاجية هو الجهاز الهضمي. المعدة والقولون والشهية اللي بتتفتح وتتقفل، ده أكتر جهاز بيتأثر. لكن ممكن طبعا أي جهاز تاني في جسمنا يتأثر بالحالة المزاجية أو بالضغط النفسي المستمر. زي إيه مثلا؟ قلت القولون العصبي، آلام المعدة، ممكن الواحد يجيله قرح في المعدة، ممكن يجيله صداع، ممكن يجيله ارتفاع في ضغط الدم، ممكن آلام متفرقة في جسمه. بالنسبة للبنات يحصل لهم لخبطة في الدورة الشهرية، نقص المناعة، وتلاقي الشخص كل شوية يجيله أدوار برد. كل دي حاجات ممكن تحصل من الضغوط النفسية المستمرة. الأثر الثاني هو الأثر النفسي. أكيد طالما هي ضغوط نفسية أكيد بتأثر على نفسيتنا. فتلاقي الواحد بسبب كثرة الضغوط واستمراريتها ممكن يدخل في اكتئاب، ممكن يدخل في قلق، ممكن يدخل في إدمانات. ودي حاجة خطيرة، إن الواحد مش عارف يخلص من الضغط اللي هو فيه، فيروح بقى يا إما للمخدرات، يا إما للجنس، يا إما للمواقع الإباحية، يا إما للعلاقات، يا إما للأكل. إدمانات بأشكالها المختلفة علشان بتريحه من الضغط شوية، ويكتشف إن هو مرتاحش من الضغط ولا حاجة، لكن زود على الضغط النفسي اللي عنده مشكلة جديدة وهي الإدمان. طبعا من الشائع جدا اضطرابات النوم للناس اللي عندهم ضغط مستمر. وآخر حاجة بسميها متلازمة الاحتراق أو البيرن أوت سيندروم. يعني متلازمة الاحتراق؟ يعني أنا اتصفيت من كتر ما أنا مضغوط مضغوط مضغوط، ما بقتش بقى مستحمل، فبقى عندي لا مبالاة، مش ملتزم، بغلط، بفوت، مش فارقة معايا. ممكن أبقى متوتر، مكتئب، منعزل، واخد جنب، بشك في الناس، مش عايز أكلم حد، مش عايز أخرج، مش عايز أروح. لما حد يسألني مالك في إيه، حتى ما عنديش نفس إن أنا أتكلم وأعبر عن اللي جوايا. وممكن أنام كتير، يبقى عندي إرهاق مستمر. الأعراض دي أعراض واحد جاب آخره، خلاص تعب، ومن كتر الضغط خلاص هو إيه، التانك بتاعه فضي، فبيدخل في حاجة اللي بسميها الاحتراق النفسي. عملنا استبيان على مجموعة من الشباب علشان نشوف إيه رد فعلهم لما بيواجهوا ضغوط في حياتهم. فكان في منهم 18 واحد قالوا إن إحنا بنواجه هذه الضغوط، بنقعد نفكر ونشوف حل. فدول 18 واحد. 47 واحد قالوا إن إحنا بندخل في إحباط. 46 واحد قالوا بنخش في اكتئاب. 44 واحد قالوا إن أنا بهرب. 25 واحد شبه ال 18 الأولانيين قالوا إن إحنا بنحط حلول عملية ونتحرك للحل. يعني تاخدوا بالكم إنه النسبة الأقل هم اللي بيفكروا في حلول للضغوط، لكن النسبة الأكبر هي اللي بتقع في اكتئاب وبتهرب وتدخل في إحباط. في بقى قالوا إنه ممكن يلجأوا لبعض السلوكيات. في 2 منهم من الشباب دول قالوا إن إحنا بندمن مخدرات أو سجاير. 23 واحد قالوا إن إحنا بندمن مواقع إباحية. 28 واحد إدمان عادة سرية. 50 واحد بيدمنوا السوشيال ميديا. واخدين بالكم؟ إدمان برضو، وحاجة تبدو بالنسبة للناس إنها عادية، بس هي إدمان ومش بيحل مشكلة، بيزود المشكلة. 12 واحد بيدمن ألعاب إلكترونية. 12 تانيين بيدمن علاقات. و15 واحد حاجات أخرى. واخدين بالكم الضغوط بتعمل فينا إزاي؟ تأثيرها قوي وتأثيرها شديد. السؤال دلوقتي اللي بنسأله، إزاي أتعامل مع الضغوط دي؟ إزاي أواجهها؟ لو أنا عايز أواجهها بشكل صحيح من غير ما أقع في مشكلة تانية زي الاكتئاب أو الإدمان، أعمل إيه؟ ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية، فخليكم معايا.